بُص، هو حماك زعلان منّك عشان خاطر تقريبًا أنت ما بتكمّلش معاه الأسبوع، يعني 3 أيام في الأسبوع إيه يا راجل حرام عليك، يعني لازم البني آدم بُص يعني لازم البني آدم يبقى حسيس. إزيكم؟ أنا لسه خاطب بقى لي 3 شهور، هو أنا ممكن أعرف الواحد يروح لخطيبته كام مرّة في الأسبوع؟ لإن أنا باروح لخطيبتي في الأسبوع مرّتين و3 والصراحة حمايا زعلان منّي أوي. أنا خطيبتي بقى لنا 4 سنين في الجامعة لحد ما ضبطت أموري وأنا باحبها جدًا وإحنا بنحب بعض، دلوقتي أنا باروح لخطيبتي في الأسبوع مرتين و3. أنا عرفت الموضوع ده من خطيبتي وهي قالت لي، أنا مش عارف الصراحة هو ليه عمي زعلان مني يعني، زعلان من حاجة زي دي إزاي؟ طب يعني أنا دلوقتي أروح لخطيبتي إزاي؟ مع إننا بنروح عادي يعني مرة بنتعشى، مرة نشرب شاي، مرة نشرب قهوة، كده يعني اللي هو عادي يعني. هو إيه بقى اللي مضايقه؟ يعني أنا عشان أروح أقعد مع خطيبتي وأتكلم معاها وبعدين أنا بقى لي 4 سنين عامل المستحيل عشان خاطر تبقى خطيبتي وإن شاء الله ربنا يكرمني وتبقى مراتي. أنا أتعامل مع مع عمي إزاي؟ يعني أنا مش عارف الصراحة، يعني أنا أشوفها إزاي طيب؟ فما لقيتش غير إن أنا أبعت لك عشان تقول لي هو المفروض إن أنا أروح لخطيبتي كام مرة في الأسبوع؟ ويا ريت الناس اللي عندك تقول لي المفروض أروح كام مرة في الأسبوع. خليني في البداية أفكر حضرتك لو حضرتك بتتفرج عليا ومتابعني من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد مني. أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص هو حماك زعلان منك عشان خاطر تقريبا انت ما بتكملش معاه الاسبوع، يعني 3 أيام في الأسبوع إيه يا راجل حرام عليك، يعني لازم البني آدم بُص يعني لازم البني آدم يبقى حسيس. ما ينفعش إن أنا أبقى تقيل، يعني أصلك أنت هتروح 3 مرات في الأسبوع، أنت ما تعرفش ظروف الناس إيه، وخصوصًا إن إحنا دلوقتي بقينا في أيام صعبة. بغض النظر عن الأيام الصعبة اللي هو لأ ما بابقاش تقيل على حد، حتى لو مستواهم المادي كويس. يعني أنا من وجهة نظري إن أنت ممكن تروح كل شهر مرة، كل شهرين مرة. يعني أنا لو في واحد موجود معايا على طول أنا هازهق منّه، فده طبيعي جدًا يعني. لأ، أنت هي مرّة في الأسبوع وممكن مثلًا أسبوع وأسبوع لأ تروح، ولكن مثلًا كل شهر مرّتين عشان ما تقولش مثلًا إن أنا باقول كلام مُبالغ فيه ولا حاجة. لكن مش عايز أقول لك اللي عنده دم يعني فلأ، البني آدم يكون حسيس. والأفضل ليك إن أنت تروح مرّة واحدة في الأسبوع، يعني أسبوع وأسبوع لأ، ده الأفضل عشان خاطر إيه، يا بخت من زار وخفِّف، اللي هو لأ، يعني ما تخلّيش الناس تزهق منّك. مش هاقول لك بقى إن أنت هتكلّفهم المفروض إن يجهّزوا لك كذا ويعملوا لك كذا وكذا، والله كل بيت على قد مقدرته، فأنا قُلت لك رأيي وأكيد الناس برضه هتقول لك رأيها.